طولت عليكم الغيبة، معلش حقكم عليا. بس راجعه لكم بطبق كشري جامد جدا. وكله فوايد طبعا، وكله لأن كل الناس بتحبه. وفي تركة حلوة قوي هتعرفوها في الصلصة زي بتاعة المحلات بالظبط. ومنه يعني جديد على بالطريقة القديمة هتعجبكم جدا. يلا نبتدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. أول حاجة بنقطع البصل زي ما انتوا شايفين كده نص جوانح، بنحط عليه حبة دقيق، ما بحطش نشا بصراحة، وبيطلع مقرمش وجميل. بقلبه شوية بس في معلقة ال الدقيق. خلاص بقلبه، بغلف كل البصل بمعلقة الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. وما بستناش عليه، بحطه على طول في الزيت. بس اهم حاجة بس تكون الجوانح نص جوانح، ما تبقاش ترنشاية كاملة. وبنحطه ايه في الزيت، زيت يكون سخن. ومعايا حلة سخنة بحط فيها شوية زيت كده محترمين زي ما انتوا شايفين، عشان نبدأ في الصلصة، علشان بتاخد شوية في التسبيك. ودي زي مثلا نقول 3 معالق توم. وزيهم برضو صلصة، معجون صلصة. خلاص. وبقلبهم كويس في بعض، تمام، في الزيت يكون سخن. وبعد كده بنزل عليهم بطماطمايه مكعبات، طماطمايه مكعبات. وده قرن فلفل بقطعه كبير كده علشان اعرف بعد كده اطلعه، عشان ده بيبقى ليا انا. وبنزل عليهم بلتر صلصة معصورة ومتصفية. خلاص. ادي البصل زي ما انتوا شايفين اهو لسه بيتعمل. نرجع للصلصة. الصلصة بقى دلوقتي هنحط لها كوباية مية عشان هي دي اللي هتسويها. وبحط نص معلقة فلفل اسود، وبحط نص كمون، نص معلقة كبيرة كمون، وزيها كزبرة، والملح زي ما انت عايزة. خلاص. ومعلقة سكر كبيرة. بقلب ده كله، تمام. وبسيبها خالص بقى، وبوطي عليها عشان تستوي. انا معايا كوباية عدس بجبة. خلاص. مغسول ومتصفي. وبحطه في حلة وبنزل عليه شوية مية علشان اسلقه سلقة الا ربع. ماشي، مش بسلقه سلقة كاملة. خلاص، سلقة الا ربع. وبحط له طبعا شوية كمون علشان العدس بيجيب انتفاخ. الصلصة بقى بحط لها ايه، يجي 3 4 معالق خل كده. خلاص. بعد ما بتتسبك زي ما انتوا شايفينها، معايا حلة فيها نص كوباية شعرية على 3 كوبايات رز. وده الملح بتاعه. وبقلب الاتنين مع بعض في حلة. خلاص. بحبة زيت باخدهم من الزيت بتاع البصل، تمام، بزيت البصل عشان بيبقى مسكر وطعمه جميل. خلاص. وبعد كده بحط له الميه بتاعته. بس بنقص من الميه اللي هو العاديه، العقد بتاع او المقدار بتاع الميه العاديه بتاعه الرز، بس بقلل عنه شويه. وهقول لكم ليه. بقلبه، واول ما تتشرب الميه بتاعته بنزل عليه بالعدس. العدس اللي كان مسلوق سلقه الا ربع بنزله بحبه الميه اللي فاضلين فيه. خلاص. وبقلب كله مع بعضه علشان الرزايه تاخد طعم العدس ويطلع بالشكل الجميل ده زي ما انتوا شايفين كده. الطعم بتاع زمان مع الشعريه بتدي طعم تحفه. البصلايه بتقل البصلايه الطماطمايه المتخرطه بتقل الصلصه وبتخليها تحفه. عايزه تحطي شطه حطي، عايزه تحطي مكرونه سباكيتي حطي، زي ما انت عايزه. انا سلقت بس حبه مكرونه عقل صغيره. والف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين.